يا مرحب بيكم يا 300 ألف أهلا وسهلا. رول رقم 19. أنا بقول نص الجملة بالإنجلش ونص الجملة بالعربي، بس تمام يعني خلاص بقى احنا أخدنا على بعض، انتوا مش غرب. قاعدة رقم 19 بتقول إيه؟ بتقول لك يعني هي تبان غريبة بس هي منطقية جدا. بتقول be cruel to be kind. خليك قاسي عشان تكون لطيف. ايه علاقة اللطف بالقسوة؟ يقصد هنا، طب برضو قبل ما اقول لكم يقصد ايه خليني اقرا معاكم الكوت اللي هو بروزهن. وكانه يعني الكوت ده هو بيلخص اللي هو عايز يقوله. بيقول leave everyone free to get on with their lives. فكرة القسوة بتبقى ايه؟ انك تقول انا مش هعمل ده من الاول، او انا طموحي مش ده، او احنا مش مناسبين لبعض، او نمط حياتك مش شبه نمط حياتي، او طريقتك مش شبه طريقتي. ده يبان قسوة ويبان اللي هو ايه العنف ده، في حد يقول لحد كده، بس دي منتهى اللطف والرحمة. ان انا اكون صريحة straight forward to the point، انا مش عارفة اعمل ده. ما يبقاش حد مثلا، لو هنتكلم عن علاقة الارتباط، حد طبيعة شغله هو بيسافر كتير، اما انت من الاول تيجي تقولي لا والله انا مش هقدر اعيش في نمط الحياه ده، انا حابه يبقى الاسره مستقره عايشه مع بعض، مش كل واحد في حته. انت تباني قاسيه، اللي هو انت مش مقدره الراجل ومش مقدره ظروف الراجل، واحنا السعي والشباب والكلام ده كله، بس انت كده يعني سو نايس. انت حد لطيف، حد مش مخادع، حد سبتي اللي قدامك اديتيله حته الفري اللي هو يعيش حياته زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت ما كدبتيش، وفي نفس الوقت يعني هو هيحترم ده قدام. يعني لو لا قدر الله يعني اتكعبل في حد خدعه والكلام ده كله، هيعرف قيمه اللي انت قساوتك اللي هي مش ظاهر تبان قساوه، لكن هي قمه اللطف وقمه الرحمه يعني. والعكس صحيح، لو واحده انت مثلا نمط حياتها مش عاجبك، تعالى من الاول انا والله مثلا عايز البني ادم اللي مرتبط بيها معلش تكون بربة منزل، او مثلا عاوزه البني ادم اللي انا مرتبط بيها تكون بتشتغل وتكون عندها حياه خاصه وشاركها كده افكاري. خليك صريح. ممكن الكلام يبان قاسي قوي، يعني لو واحده قاعده مثلا في البيت ومش بتشتغل، او مش حابه انها تشتغل وتكمل تعليمها وحابه انها تتجوز وتكون اسره، ده طموح محترم جدا، بس انت هتبان بالنسبه لها قاسي. ازاي يقول لي كده؟ يعني انا جاهله، ما انا متعلمه برضه، بس انا مش عاوزه اشتغل، او انا مش عاوزه اعمل مش عارف ايه. اتس اوكي. قساوتك دي قدام هي هتفهم انها كانت منتهى اللطف، عكس واحد تاني ممكن ياخدها ويبتدي بقى دايما يعاير فيها. ما انت قاعده في البيت، ما انت مش حاسه بالدنيا، ما انت مش عارف ايه. فالصراحه والوضوح اقصر الطرق هو خط مستقيم. فربنا يجعلنا، حتى لو نبان في الاول بالنسبه للناس يعني، او صراحتنا دي تبان منتهى القسوه، بس ربنا يجعلنا ناس صريحه على اي حال. سلام عليكم.